اسمع يا حسين يا ابني، اللي عند أختك ده مس شيطاني، ولو أهل البلد عرفوا هتبقى سيرتنا على كل لسان. يا ريت تنبه على مراتك إن محدش يعرف المصيبة دي. حسين بص لأمه وهو مش قادر يتنفس ولا ينطق أصلا، جسمه كله كان بيترعش من الرهبة والخوف. أصل الموضوع ده مش جديد عليهم، ده تاريخ عائلتهم كله محفور بالحكايات المرعبة اللي بتحصل لهم من سنين، وبيتهم مشهور في المنطقة ومحدش بيقرب منه غيرهم هم وبس. حسين نزل ووقف قدام الشقة المرعبة اللي أخته اختفت جواها، رجليه مش شايلاه وضربات قلبه بتزيد لدرجة إن حس إن قلبه هيتخلع من مكانه. أخته بقالها أسبوعين ملهاش أثر، وأمه بتقوله إن الجن أخدها زي ما كان بيحصل مع عمه زمان. قرب من الباب وهو مهزوز، وفجأة الباب اتفتح. حسين برق عينيه وشاف اللي زلزل كيانه كله. ازيكم يا أحلى وأجمل عيلة في الدنيا، عيلة مروة عزام. يا رب تكونوا كلكم بألف خير وصحة وراحة بال. عارفة إن البداية شوقتكم للقصة، حاسة بيكم جدا والله، وهي فعلا قصة مشوقة جدا وهتعجبكم قوي قوي، أنا متأكدة، لأنها قصة قديمة من حكايات الجدات اللي كانوا بيحكوها لنا زمان. وطبعا بشكر كل فريق العمل على مجهودهم، الكاتبة آية عادل، وفويس أوفر مروة ماجد وحسناء خضري. ودلوقتي بقى تعالوا كده نشوف حكاية البنت اللي اختفت وراحت عالم الجن، وإيه حكاية الشقة المسكونة اللي مشقلبة حالهم بالطريقة دي. وعشان نعرف لازم نسمع الحكاية مع بعض من أولها. يلا بينا. الحكاية بدأت في بيت الحاج صالح، راجل كبير في السن عايش في بيت مكون من 3 أدوار. تاني دور كان عايش فيه الحاج صالح ومراته وولاده، حسين ونجلاء مراته، وفردوس دلوعة أبوها الحاج واللي كان عمرها 18 سنة. الدور الثالث كان ساكن فيه الحاج فتحي أخو الحاج صالح، كان عايش هو ومراته لوحدهم. بعد ما جوزوا ولادهم ال4 كانوا عايشين الباقي من عمرهم في هدوء وما بيطلعش ليهم صوت. طبعا زمانكم بتسألوا، أمال الدور الأولاني مين اللي كان ساكن فيه؟ مفيش حد يقدر يسكن فيه، والكل اعتبر إن الدور مش موجود أصلا من الأهوال اللي حصلت ولسه بتحصل وهتحصل فيه، واللي ما كانش فيه غير شقة واحدة وبس، شقة الحاج عصران والد صالح وفتحي، ومحدش يقدر يقرب ليها، ودي كانت وصيته من زمان. ويا ويله اللي فكر يبيع البيت أو حتى يأجر الشقة، وقتها اللعنة هتلازمه لآخر يوم في عمره. وعشان كده الكل أثر الشر واعتبر إن البيت دورين وبس. وفي يوم فردوس بنت الحاج صالح صحيت من النوم وهي حاسة بملل، ووقفت قدام مرايتها تسرح شعرها، وفجأة نجلاء مرات أخوها دخلت عليها. يا أختي عليكي رايقة، هو واقفة قصاد المراية ولا على بالك؟ ما تخلصي بسرعة يا حبيبتي علشان نشوف اللي ورانا، لسه هنأكل الطيور والبهايم وهنغسل وننشر ونطبخ، وأنا مش هعمل كل ده لوحدي. ومن امتى وانتي بتعملي لوحدك؟ ما أنا اللي شايلة كل حاجة على دماغي، وانتي يا دوب بتغسلي المواعين وبس، وفي الآخر تروحي تقولي لهم إنك انتي اللي شايلة البيت كله وأنا قاعدة ومش بعمل حاجة. والغريبة إن كل مرة بيصدقوكي ويكذبوني أنا. لازم يصدقون، ما أنا مرات الكبير اللي كلمته بتمشي على الكل. وبعدين هيصدقوكي إزاي وانتي طول الوقت مهتمية بنفسك قوي، وتملي واقفة قصاد المراية عاملة زي العرايس؟ أهي دي مشكلتك دايما معايا، على طول حطاني في دماغك علشان مش عارفة تبقي زيي. ربنا يعينك على نفسك. هو انتي كمان بتردي عليا؟ يا حسين تعالى يا حسين شوف لك صرفة في أختك. حسين دخل عليهم وهو زي الطور الهايج. ايه في ايه؟ انت لسه فيكي حيل تضايقي مراتي يا فردوس؟ ما كفاكيش اللي عملته فيكي من يومين؟ انا بقى هوريكي. فردوس جريت من أخوها بسرعة ونزلت على السلم، ولما حطت إيدها على شعرها لقت نفسها مش لابسة الطرحة، كانت مفاتيح أبوها في إيديها، ما جاش في بالها مكان تستخبى فيه غير شقة جدها. وفي ثانية الباب اتفتح واتقفل،
حسين سيبت مكانه وأمه صرخت بأعلى صوتها: يا لهوي يا لهوي يا حسين، أختك دخلت شقة جدك، كله منك انت اللي خوفتها منك. وايه العمل دلوقتي؟ افتح الباب واجيبها ولا اعمل ايه؟ قوليلي يا امي. تفتح الباب ايه يا ابني؟ اللهم احفظنا. استنى انا هخبط عليها. فردوس اطلعي يا حبيبتي، حسين مش هيعمل لك حاجة. فردوس افتحي يا بنتي، اختك مش بتنطق، اعمل ايه دلوقتي؟ انا طالعه اقول لابوك. وطلعت ستيتة وهي بترتعش تقول لصالح جوزها كل اللي حصل، وهي منهارة ومش قادرة تتلم على أعصابها. الحقنا يا صالح، فردوس دخلت شقة الحاج عصران الله يرحمه. انتي بتقولي ايه؟ ومين اللي دخلها الشقة دي؟ انتوا مش عارفين ان ممنوع على اي حد ان يقرب من الشقة دي؟ انا اللي غلطان اني سبت نسخة من المفتاح الملعون ده وسط المفاتيح اللي معاكم. يا رب اعمل ايه دلوقتي؟ اديكم شايفيني مشلول ومش قادر اتحرك. انزل انت يا حسين، افتح باب الشقة ودور على اختك. امسك، دي نسخة تانية من مفتاح الشقة، تفتحها وتجيب المفتاح، انت فاهم؟ حسين رغم شخصيته القوية لكن كان باين على ملامحه الرعب، ونزل غصب عنه عشان يفتح باب الشقة. كانت نجلاء ووالدته ماسكين فيه وخايفين كلهم. حسين تملك أعصابه وقرر يفتح الباب، ولما فتح الباب وشغل النور الأصفر الغامق اللي كان بيرتعش، خاف أكتر، خاف من منظر التراب اللي كان مالي الشقة. وقبل ما يتحرك خطوة لمح حاجة بتجري تحت رجليه، اتفزع وقلبه كان هيقف. أمه بصت له وقالت: ما تخافش يا حسين، دي قطة عمك اللي خبطت في رجلك، ادخل ادخل. وده وقت قطط دلوقتي؟ الواحد جسمه ملبش، ايه اللي نزلها معانا دي؟ أخد نفس طويل وبعدها داخل الشقة، اتحرك بخطاوي هادية من كتر الخوف. قعد يدور على أخته اللي كان ملهاش أي أثر. الشبابيك كلها مقفولة ومعمول عليها حديد، مفيش ولا بلكونة. وبعد تدوير طويل ملقاش أخته، لكنه كان سامع صوت تكتكة جاية من كل حتة، وكأن حاجة عايزة تقوله اطلع من هنا. خرج من الشقة وبص لمراته وأمه بحزن. فردوس مش جوه، تفتكروا راحت فين ولا حصل لها ايه؟ يا خرابي، أختك راحت يا حسين، راحت بسببك انت ومراتك. هي ما قلت لك بلاش تستقوى عليها وتخوفها بالشكل ده؟ مشيت ورا كلام مراتك، هو دي آخرتها. أختك ضاعت خلاص، هيحصل لها نفس اللي حصل لعمك حامد. ربنا يرحمك يا حامد، احنا لازم نتصرف، لازم نشوف شيخ ينجدنا. يا صالح، يا حاج صالح. وفتحي أخو صالح نزل هو ومراته نعمة وهم مخضوضين لما سمعوا اللي حصل. وفتحي قال: خلاص يا جماعة، استعوضوا ربنا في فردوس، الشقة طالما خدت مش بترجع. يعني ايه يا عمي؟ مفيش اي حل نعمله؟ من زمان، من ساعة اخويا حامد الصغير الله يرحمه وابويا منبه علينا ان محدش يفكر يبيع شبر من البيت ده. اصل زمان كنت مسافر ليبيا وما كانش عندي النية اني افضل ساكن في بيت العيلة بسبب مشاكل نعمة وستيتة. ولما اخويا حامد اتوفى قلت لابويا اني عاوز اسيب الشقة بتاعتي واسكن بره. رد وقال لي مستحيل تخرج من هنا، ولو فكرت تخرج مصيرك هيبقى نفس مصير اخوك متوفي في الجبل اللي ورا البيت. في الاول ما كنتش مصدق وابويا قابل وجه كريم، لكن مع الوقت لما كنت كل مرة بفكر ابيع الشقة واجيب المشتري علشان يشوف الشقة نسمع اصوات مرعبة خارجة منها والمشتري يهرب وما يجيش. ومن ساعتها حرمت اجيب سيرة البيت وتعودنا نعيش مع بعض وكل واحد في حاله. يا عمي سيبك من كل ده دلوقتي، انا عاوز حل. انا بفكر نجيب شيخ، ولا ايه رأيك يابا؟ الحاج صالح كان قاعد على كرسيه المتحرك بعد ما مراته جابته لما ندى عليها: يا حبيبي، وايه يضمن لك ان اللي هتجيبه ده حد يعرف ربنا بجد ومش نصاب؟ انا من رأيي نستنى لحد ما تظهر فردوس. ما هي هتظهر، لو جثة لا قدر الله هتبان، ولو عايشة هتبان برضو. فتحي قاطع صالح وقال: انت بتقول ايه يا صالح؟ انت ازاي قلبك مش وجعك وانت بتقول الكلام ده؟ انا شايف اننا نبلغ البوليس. يا فتحي اعقل، ابوس ايدك، بوليس ايه؟ بوليس يعني سين وجيم، ومحدش هيصدق حكاية الشقة الملعونة دي. ووقتها انا وانت وحسين
هيشتبهوا فينا وهنتحبس لحد ما تظهر. ده غير سيرتنا اللي هتبقى على كل لسان، والكل هيقول إنها هربت مع واحد والناس السو كتير. ستيتا قالت وهي بتعيط: والله عندك حق يا صالح، بس أنا قلبي وجعني على بنتي. أنا هفضل قاعدة قصاد باب الشقة لحد لما بنتي تظهر. هو أنت يا حسين أنت ومراتك مش عايزة أشوف وش حد فيكم لحد ما بنتي ترجع. وعدى أول يوم وفردوس مختفية، والغريب إن كل اللي في البيت سكت وكتم على خبر اختفائها اللي كان مرعب جدا. وكانت الوحيدة اللي بتنام وتصحى قصاد باب الشقة من قهرتها على بنتها هي الست ستيتا أم فردوس. وبعد ما فات أسبوعين أخيرا حسوا بحركة في شقة الحاج عصران، وستيتا ونجلاء نزلوا وهم خايفين من اللي هيحصل. وفجأة باب الشقة اتفتح وطلعت فردوس بنفس لبسها ونفس تسريحة شعرها، وقالت بصوت واطي: هو لسه حسين بيدور عليا يا ماما؟ قولي له بلاش يضربني، أنا خايفة أفضل هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انتي فردوس صح؟ مالك يا ماما، انتي كويسة؟ أيوة أنا فردوس. انتي كنت فين المدة دي كلها يا بنتي؟ كنت بتاكلي وتشربي منين؟ هاتي ايدك المسها كده. يا اختي اللهم احفظنا. مدة ايه؟ أنا يدوب بقالي هنا 5 دقايق، نزلت استخبى من حسين، ما انتي عارفة ايده تقيلة. تعالي يا قلب امك في حضني، ابعدي يا نجلاء عن بنتي، كفايه اللي حصل لها من تحت راسكم. وطلعت فردوس لشقتهم وهي مستغربه اللي بيحصل. بصت حواليها لقت ان كذا حاجه في الشقه اتغير مكانها خلال الوقت اللي كانت فيه في شقه جدها عصران. هو انتوا لحقتوا تغيروا مكان الترابيزة دي امتى؟ أنا كنت حطها في مكان تاني علشان هشيل السجاد واغسله. نجلاء ردت وقالت: أنا اللي غيرت مكانها وغسلت السجادة يا فردوس. ازاي اتغسلت ونشفت واتفرشت؟ أنا مش فاهمة حاجة، وفين حسين؟ امها قالت بحزن: اخوكي في الشغل يا بنتي، ده كان هيتجنن عليكي طول الفتره اللي فاتت. افتكري يا فردوس، افتكري يا بنتي، واحكي اللي حصل معاكي في شقه جدك. انتي دخلتها من اسبوعين ولسه خارجه منها حالا. مش معقول. ازاي طيب؟ النتيجة بتقول ان النهاردة 18، يعني انا طول المدة دي قاعدة تحت في شقة جدي وانا مش حاسة. دماغي. فردوس مسكت دماغها اللي بدأت توجعها جامد كأنها في دوامة. افتكرت، كانوا كتير كتير قوي استقبلوني من على باب الشقة ونزلت معاهم تحت. نزلت تحت الأرض، كان في حجر ونار ووشوش مش مفهومة، بس أنا كنت فاكراها حلم مش حقيقة. ودي آخر حاجة قالتها فردوس بعد ما أغمى عليها. ولما فاقت لقت نفسها نايمة على سريرها وكلهم ملمومين حواليها، نظرات الشفقة باينة على وشوشهم. كانت فردوس تايهة ومش بترد على حد. حسين قال: إحنا لازم ناخدها نرقيها، ولازم نقفل باب الشقة اللي تحت ده بالطوب الأحمر علشان محدش يدخلها تاني. لا هيأذوك، لو عملت كده يا حسين هتتأذي جامد وممكن يدمروا البيت كله. دول عشيرة كبيرة، ولو غضبوا علينا هيدمرونا، ولو حد فيكم قرب مني تاني هيتأذي. الكلام ده ليك يا حسين انت ومراتك، ده تحذير منهم. أمها قالت بصوت مهزوز: طيب وأنا يا فردوس؟ بلاش تسمحي لحد يأذيني ولا يقرب من الشقة، وإلا هيكون الرد منهم صعب قوي قوي. لا يا بنتي، محدش هيجي جنب الشقة، بس انت اهدي. فردوس دخلت قعدت مع أبوها كتير قوي لوحدهم. هو أكتر واحد عارف أسرار الشقة المستخبية من أيام أبوه وأخوه الصغير. ولما فتحت الباب وخرجت الكل كان خايف من منظرها بسبب ملامحها المتغيرة والمرعبة. أمها خافت لما شافتها وقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فردوس انت كويسة؟ أنا داخلة أشوف صالح. دخلت ستيتا لصالح اللي كان قاعد سرحان وقالت: صالح انت كويس؟ هي كانت قاعدة معاك عايزة ايه؟ قالت لي كلام محدش يعرفه غيري أنا وأبويا. قالت حاجات كتير قوي يا ستيتا. البت خلاص ما عادتش هي، سيبوها في حالها بقى. دخلت فردوس أوضتها وفضلت ساكتة طول الوقت وسرحانة وبتكلم ناس مش موجودين أصلا. حتى لما كانوا بيحضروا الأكل وبيتجمعوا ياكلوا
هي الوحيدة اللي ما كانتش بتاكل. نجلاء أكتر واحدة كانت مرعوبة من فردوس، وفي مرة كانت قاعدة شاردة زي عادتها. جوزها حسين قرب منها وقال: مالك اتنفضتي كده ليه؟ أنا جاي أقعد معاكي شوية، حاسس إني تايه يا نجلاء ونفسي أتكلم مع حد يحس بيا. اتكلم يا أخويا، أهو نهون على بعض بدل المرار اللي احنا فيه ده. أنا زعلان أوي يا نجلاء، زعلان من اللي حصل لأختي بسببي. أنا اللي دايما أخوفها، ومفيش مرة قلتلها كلمة تطيب خاطرها، وكنت باجي عليها علشانك كتير، رغم إني عارف إنها طول الوقت مظلومة، بس بعمل فيها كده علشان أصفي حساب قديم بيني وبين أبويا، علشان أرضي نفسي. عندك حق، أنا فعلا ياما ظلمتها، بس كانت غيرة ستات فارغة، اكمنها حلوة ومتعلمة مش زيي، ما بعرفش أفك الخط. أنا راجعت نفسي من يوم ما شفتها بترمي نفسها في الشقة الملعونة دي، حسيت إنها مستعدة تعمل أي حاجة بس علشان ترتاح من عمايلنا. أنا بطلت أضايقها، وبدعي ربنا والله في كل صلاة إنها ترجع فردوس بتاعت زمان. حسين طبطب على نجلاء وقامت تحضر الأكل واتلموا عشان ياكلوا، لكن ساعتها جه في دماغها سؤال مهم. يا جماعة، اللي هنا دي مش فردوس، دي لا بتاكل ولا بتشرب، دي ما بقتش عيشة. احنا بنخاف نفتح أبواب أوضنا بالليل وندخل الحمام من كتر الخبط والأصوات اللي بتحصل من أوضتها. ستيتا قالت وهي بتعيط: طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنتصرف ازاي؟ أنا بفكر أخدها وأسافر بيها مصر، أزورها جوامع أولياء الله الصالحين، نصلي فيها ونطلب من ربنا إنه يردها لينا، ولو عفريتة هتتحرق مني على باب الجامع. صح يا أمي، الصبح ناخدها ونسافر. وفي اليوم التاني لما دخلت ستيتا تصحي فردوس عشان يسافروا، اتفاجئت إنها مش موجودة في البيت كله. فضلت تصرخ وتقول: يا حبيبتي يا بنتي، ايه العمل دلوقتي بس يا ربي؟ اروح فين واجي منين؟ لحد امتى هنفضل في الهم ده بس يا ربي؟ يا صالح الحقني يا صالح. كنت عارف إنها هتختفي تاني. اسمعي يا ستيتا، بنتك مخاوية عشيرة من الجن وبقت معاهم خلاص، اعتبروها مسافرة، بس السفرية مطولة شوية لحد ما ربنا يأذن وترجع لنا فردوس بتاعت زمان. واتقفل موضوع فردوس، محدش كان بيجيب سيرتها، وفضلت مختفية أسبوعين كاملين. نفس الحكاية القديمة بتتكرر معاهم تاني. كانوا كل يوم بيحسوا بالرعب أكتر وأكتر، مستنيين خبرها في أي وقت. ولما ظهرت تاني أخيرا، المرة دي اللي شافها عمها فتحي وهو نازل على السلم، لقاها خارجة من الشقة، شكلها كان صعب قوي، ومن شدة الخوف وقع على السلم. فردوس قربت عليه، فضل يصرخ وهو بيقول: حد ينجدني يا ناس، حد يلحقني. مالك يا عم؟ ألف سلامة عليك، تعالى طلعك. ابعدي عني، ابعدي عني بالله عليكي، تعالى يا حسين يا ابني، تعالى وابعدها عني. حسين جه جاري على صوتهم: فردوس اطلعي يا حبيبتي الشقة فوق، هات ايدك يا عم، اهي مشيت اهي، قوم. الحال ده ما ينفعش يتسكت عليه، البت حالتها كل شوية بتسوق وبتظهر وتختفي بالاسبوعين وما نعرفش بتروح فين. ما ينفعش كده، البيت ده لعنة، وزي ما حلت على فردوس هتحل علينا واحد واحد لو ما تصرفناش. صوت فتحي كان عالي قوي لدرجة إن كل اللي في الشارع سمعوه، وكل واحد فسره على كيفه. وبعد أسبوع كانوا معظم أهل البلد بيضحكوا على فردوس المخاوية، وحسين بقى شايل الهم وحزين على بنته. سيرتنا بقت على كل لسان يما، اللي مصدق ان اختي مخاوية، واللي فسر كلام عمي على انها بتهرب وماشية على كيفها. انا مش عارف اعمل ايه. هنعمل إيه يا ابني؟ أدينا صابرين على قضاء الله. وفجأة الباب بيخبط. حسين قام يفتح، لقى قصاده شاب ظابط وسيم جدا وله هيبة رهيبة. سلام عليكم يا استاذ حسين، انا الضابط بلال مهران، جاي اتكلم معاكم شوية. اتفضل يا باشا، تعال اتفضل. بلال دخل ولقى الحاج صالح قاعد، اتعرف وسلم عليه، وبعدها قال: انا جاي عاوز افهم ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. انا جالي بلاغ ان بنت حضرتك بتختفي وبتظهر وبتختفي بالاسبوعين. كان ردي ان مدام ولي امرها ما بلغش يبقى مفيش قضية،
إنما اللي جابني هنا هو الكلام اللي داير في البلد. الكل بيقول إن في أرض الشقة اللي تحت فيها آثار، وإنكم بتحفروا في أرضية البيت. أنا جاي أفتش وأعرف الكلام ده صح ولا غلط. والله يا ابني الناس ياما بتقول، ولو على بنتي فهي جوه في أوضتها لو تحب تشوفها، أما البيت أهو قصادك تقدر تفتش فيه زي ما أنت عاوز. وتفضل، ده مفتاح الشقة اللي تحت. بس بعد إذنك يا حسين، خلي الضابط لوحده وهو اللي يدخل. وليه ابنك يعني ما يدخلش معايا؟ والله كفاية اللي حصل لحد كده، بس لو سمحت أي حاجة تشوفها يا ريت تيجي تقولها ليا أنا وبس. الضابط استغرب كلام الحاج صالح، بس احترمه جدا وأخد المفتاح من حسين ودخل هو و2 عساكر معاه. ولما وصل لأوضة معينة حس إن وراها سر، فتش في كل ركن فيها لحد ما فتح الدولاب اللي موجود في الأوضة. ومن هنا انكشف سر السنين، كل السنين اللي فاتت، ولقوا اللي مستحيل عقل يتخيله. يا ترى يا حلوين الضابط شاف ايه في الدولاب؟ وايه هو السر المستخبي من سنين؟ وايه علاقته بعالم الجن المخيف؟ اكتبولي توقعاتكم في الكومنتات، واستنوني في الجزء الثاني والأخير عشان نعرف الحقيقة كلها. استنونا.